أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. اليوم سوف نتعرف على الحبوب المهمة التي نقدمها لكتاكيت الدجاج الصغيرة. طبعا من الحبوب المهمة والتي نقدمها يوميا هي الدخن. الدخن يعتبر من الحبوب المهمة التي تأكلها الطيور بشكل عام ونقدمها يوميا. وأيضا لا ننسى قشر البيض. قشر البيض مهم جدا. أي قشر بيض عندك ضعه للكتاكيت لأنه يحتوي على الكالسيوم. لاحظوا والفراخ تحب قشر البيض وتأكلها. وأيضا من الأشياء المهمة هي الذرة. طبعا هذه خلطات جاهزة موجودة عند أصحاب الدواجن. لاحظوا عندنا هذه الذرة مخلوطة بالفيتامينات وأيضا مخلوطة بالكالسيوم. هذه تعتبر وجبة مهمة للكتاكيت وهي صغيرة. وأيضا هذه الخلطة العلف المركز أيضا خلطات موجودة عند أصحاب الدواجن، وتعتبر أيضا وجبة مهمة للفراخ الصغيرة. فضروري جدا أن نقدم هذه الوجبات للكتاكيت الصغيرة التي تكون يعني في مرحلة النمو، لأنها تحتوي على فيتامينات وأيضا تحتوي على معادن وقيمة غذائية كبيرة، وأيضا تحتوي على العنصر المهم لنمو العظام وهو الكالسيوم. فهذه العلف المركز وأيضا الذرة المخلوطة بالفيتامينات والكالسيوم والدهن. وأيضا كما ذكرت لكم قشر البيض. فحبيت أن أقدم لكم هذه الفائدة، وإن شاء الله يستفيد الجميع من هذا المقطع. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.